الثالثة في مدينة جدة. نعم في المدينة الجميلة جدة، مواجه بواخر ما صعيب إلا سهلها، وأحلى ما فيها أهلها. جدة غير، يحب القاهرة وبيروت وكازا، بس حب جدة والله غير. في الثلاثة مباريات التي كان حاضرا فيها العنابي كان يمتلك قوة دفاعية، لكن محاولة سعودية خطيرة عن اللاعب الخطير. وأداء المنتخب السعودي اللي يعتبر على مستوى الفترة الأخيرة قدم عروض ولا أجمل من خلال التصفيات، وكأنما مع السيد هيرفي رينارد يريد أن يبعث رسالة شديدة اللهجة لمن موجود في المجموعة للعبة خطارة والهدف الأول المنتخب السعودي. نعم أحمد الغامدي الموهبة السعودية يسجل في هذا اليوم. كمان 10 دقائق الأولى هو جس النبض أتت بهدف أول بعد عرضية حاضرة وضربة على الطائر بالقدم اليمنى لأحمد الغامدي. عرضية حاضرة من سعد الناصر في اللقطة الماضية أعلنت الوصول للأخضر السعودي. 1 مقابل لا شيء في استاد مدينة الملك عبد الله. نعم في ملعب الجوهرة المشعة. تميم منصور عدى تميم منصور لمسة واحدة اثنين، لكن كثافة لثقال لاعبي المنتخب السعودي استطاعت في تغطية الكرة الماضية، لكن انطلق الجين خطارة للهدف الثاني. الله يوسف عبد الله ينقذ الموقف في اللقطة الماضية. لابد من الحذر في الخط الخلفي. أي انطلاقة كانت حاضرة، أي سرعة كانت موجودة في اللعبة الماضية. سعد الناصر الانطلاقة اللي كانت موجودة أرعبت المنتخب، أرعبت العنابي للخطوط الأمامية من قبل لاعبي العنابي بالتحديد لمحمد عماد. يوسف عبد الله باتجاه دياب هارون، عملية الضغط تأتي من أحمد الغامدي، لاعب الموهوب أحمد الغامدي، من ثم وصلت إلى الأمام عن طريق مران إلى الأمام بتمريرة. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام! سعد الناصر يضيف الهدف الثاني في شباك يوسف عبد الله بآسيا لهذا المنتخب الأولمبي اللي يمتلك أسماء ولاعبين، أسماء يعني مواهب سعودية. شوف التسديدة من سعد الناصر في اللقطة الماضية، مران بتمريرة جميلة جدا. محمد وضع كرة على طبق من ذهب، ومن ثم بالقدم اليمنى كان الترويض. مصعب الجوير الحاضر بالرقم 23، نقلة إلى الأمام راسية دياب هارون، ومن ثم عبد الله يوسف، لكن مصعب يحاول نقل الأمام الثالث، ولكن التايمينج يا محمد عماد في استطاعة مسك الكرة. حسين صبياني من الناحية اليسرى على طول فاصل الملعب لمصلحة المنتخب السعودي. مصعب إلى الأمام في هذه المحاولة، الغامدي بتمريرة عالية، سيف الدين في هذه الكرة وينقذ الموقف. سيف الدين في اللقطة الماضية ما زالت مستمرة، التسديدة شامات لاعب نادي القادسية سدد كرة خطيرة في اللقطة الماضية بالقدم اليمنى، تحولت إلى خارج أرضية الملعب. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة الرياضيين متابعي قنوات الكاس، كرة مرة أخرى تعود إلى الأمام، محاولة عن طريق لطفي تجاه تميم منصور، يتقدم تميم بسقوط داخل منطقة الجزاء بركلة جزاء. نعم يحتسبها حكم المباراة، ركلة جزاء للعنابي يحتسبها حكم المباراة. مطلب العودة في نتيجة المباراة وتقليص الفارق نتى في وقت مهم. نعم تقليص الفارق نتى يعتبر في وقت مهم. الخطأ في اللعبة الماضية حسين الصبياني التدخل على تميم منصور في تشكيلة العنابي لهذا الشوط الثاني. يوسف عبد الله، محمد عماد، عبد الله يوسف، مصطفى عصام، تميم منصور، المكي محسن، عبد الله اليزيدي، نبيل أرفان، ولطفي ماجر، بالإضافة لدياب هارون.
كان سجل في مرمى المنتخب السوري. ودياب هارون امام فرصه، امام تحدي، امام كره وصول، امام لعبه تقليص فارق لهدف 2-1. دياب هارون يسجل 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 العنابي. نعم، يعود العنابي لتقليص الفارق. 2-1. دياب هارون من علامه الجزاء. دياب هارون بكل هدوء. دياب هارون يضع الكره على يسار حارس المرمى عبد الرحمن، وكره الى الامام راسيه لفيصل محمد. عبد الله اليزيدي، تخرج هذه الكره للناحيه اليسرى. الغامدي يحاول، الغامدي بكره عرضيه. السعودي بالطبع الهدف الثالث هو مطلب دياب هارون. تدخل في اللقطه الماضيه لعناصر المنتخب السعودي. مصعب على تنفيذ هذه الركله ركنيه، يفضل تمريره قصيره ارضيه. الكره العاليه الراسيه وما زالت مستمره. دياب هارون يبعد الخطوره في اللعبه الماضيه، لكن لم تبعد بالشكل المثالي. يا دياب ما زالت حاضره للاعبي المنتخب السعودي. سيف الدين الكره حائره ضايعه وخطا لعناصر المنتخب السعودي. رقم 4 مدافع الحاضر، لاعب النادي الاهلي صاحب 20 عام، ريان. بشكل مثالي في الشوط الاول، لكن في الشوط الثاني اداء العنابي هو الافضل والاجمل في هذا الشوط الثاني، وتستمر النتيجه للاخضر السعودي. ضربه حره، لعبه خطيره بتسديده خطيره. على اللعبه الماضيه مصعب شوف بالقدم اليمنى وضعها بكل دقه على يمين حارس المرمى يوسف عبد الله. لا يحرك ساكنا، بل لا يتحرك، نعم، بل يتابع هذه الكرة وهي تتحول إلى شباك العنابي، وهي تمنح الأخضر السعودي الأولمبي هدفا ثالث في هذه المواجهة.